الوداد الرياضي بداية مشوار آخر، نهاية مشوار البطولة، أسبوع للراحة، استئناف التدريب اليوم، تغيير في الطاقم التقني كما عرفنا أنه طاقم تقني يعني مغربي 100%، وبداية مشوار آخر للاستعداد لكأس العالم. فالفريق ديال الوداد الرياضي كينهي موسم في المركز الثالث. للاسف كنتحصلوا على مجموعه ديال النقاط ضيعه على الفريق. اما كان يعني بسبب الاختيارات التقنيه والتكتيكيه ديال المكونه، ولكن ايضا يعني الخروقات، خليني نستعمل هذه الكلمه ديال الخروقات باش ما نقولش حاجه اخرى، تحكيميه، اللي بنعت فريق عدد كبير وكبير جدا من النقاط اللي كنا نقدروا نسالوا به نفسوا به حتى لاخر الدورات مع فريق نهضة بركان. فعلى العموم جينا في المركز الثالث الحمد لله. المركز الثالث اللي ما كناش يعني كنا قربنا نفقدوه لولا يعني تغيير المدرب في اخر الدورات وقدوم محمد أبي بالهاشم اللي عطانا العلامه الكامله، فوز في المقابلات كلها، مقابلات اللي ما كانتش سهله، خصوصا انك لعبتي مع فريق الجيش الملكي ولعبتي مع الفريق اللي كنتي دربتي اللي هو ديال الزمامره. فكنظن بان نهايه الموسم الحمد لله يعني رجعتنا شويه الثقه في الفريق وفي المكونات ديالو. تكلمتي قبيله على الموضوع ديال المكونه، كانت جلسه يوم الخميس صحيح. يعني العقد مسطر فيه مجموعه من الاهداف اللي من ضمنها على الاقل الحصول على المرتبه الثانيه، وهذا الشيء اللي ما تاتاش. مكوينه بدا باغي يتحجج بانه ما كملش مع الفريق حتى لاخر الدورات، لكن ايتمنى والمستشارين القانونيين ديالو خداو جميع الاحتياطات، وهذا الشيء اللي تكلموا عليه، لانه حط شهاده طبيه. بما انك حطيتي شهاده طبيه فما كانش يمكن لك تكمل يعني المباريات حتى لاخر دوره. فكنظن انه الان هناك حديث على المبلغ ديال فسخ العقد. الاداره ديال الوداد كتمشي في اتجاه انه يعطيو شهرين للمكوينه، مكوينه باغي اكثر. فهذا هو النقاش اللي كاين. اما باش يعني نتكلموا على مكوينه غيمشي مع الوداد كاس العالم، فهذا امر مستبعد ومستبعد جدا، باش ما نقولش مستحيل. تكلمت على غوارديولا اللي باغي يطلقاه، فغوارديولا حتى هو بهذه النتائج الاخيره اللي دار حتى هو ما كانش غيمشي للولايات المتحده. فكنظن بان هذا الامر يصيفطوا عليه يجي هنا غوارديولا، خلصوا ليه التيكي ديالو يسلم عليه وصافي صافي يعرضوا عليه وانتهت الامور. فكنظن بان اليوم احنا في عهد جديد مع محمد امين بن هاشم. شفنا في بحر هذا الاسبوع تعيين طاقم تقني جديد اللي فيه مجموعه من القيدومين اللي كانوا في الوداد الرياضي، اللي كيعرفوا الوداد، اللي كيعرفوا البيت الودادي، وفي نفس الوقت هما الناس اللي صراحه كيتيق فيهم هو شخصيا. وما عندناش يعني حنا الحق صراحه نقولها لكم باش نعقبوا على هذه الاختيارات هذه، نعطيو الراي ديالنا نقدروا، ولكن باش ننتقدوا لا غير ذلك فالملعب هو اللي عنده الحق واللي هو كفيل اللي غيعطينا واش هذا الطاقم ما ينجح ولا ما ينجحش. ولكن على الاقل كاين الناس اللي عندهم الثقه ديالو وناس اللي عندهم الثقه ديال الجمهور، بحال مثلا واحد اللاعب اللي هو النقاش عزيز علينا كاملين، كلشي فرح بانه شافوه في الطاقم التقني مثلا. نعم، كاين نقاش، كاين زهير العروبي كذلك الوراد هو لاعب اللي كيعرفوا بن هاشم اكثر ما كيعرفوه التقني لفريق وداد، الا انه عنده يعني كيرتاح مع بن هاشم. قناة وداد بن وينرز. هاشم ما بغاش يكون معاه يوسف عشامي، لانه يوسف عشامي كان اختيار المكسب من اجل مجاوره مكوينه. غير هو يكون يعني الحل ودي. الحل ودي شنو هو في العقد ديال يوسف عشامي خصو ياخذه وصافي. بقى يوسف عشامي دائما كان تحتاج الوداد كيجي، فيخرج من الباب الكبير ويكون تكريم ليه ويكون بزاف الامور. ماشي يوسف عشامي صافي سالينا يمشى جا الوراد، لا، يكون واحد تكريم ليوسف عشامي، خصوصا انه الانسان كيجي عنده واحد الطموح انه مثل هذا المونديال. فإلا رجعنا للور فاش تقول لي انه الوراد غادي للمونديال، شكون الوراد؟ غتقول لي انه اونتر بارونتيز. فحتى الاسم ديال عبد الجبار متقي لحدود الساعه
عبد الجبار مازال ما سمحش ليه لانه مع فريق الرجاء الرياضي حدود الساعه مازال ما يعني ما فسخش العقد ديالو، يعني غير متاح. فكاين يعني الكوتش اللي كان معاهم قبل في هذه المقابلات الثلاثه اللي هو مروان اللي كيقوم بعمل كذلك جيد مع الفريق، وغيكونوا بزاف يعني طاقم الوداد غيكون فيه بزاف ديال الاختيار. هادشي علاش ما تكلمتش على هذه الاسماء، لان الان يعني هذه مطالب اللي ديال محمد امين بن هاشم. الان اللي كاينين هو الوراد والنقاش والزهير العروبي، فهاد الاسماء هذه محسومه. وغنشاطرك الراي يعني ملي تكلمتي على الشامي صراحه بغينا ولا كرهنا راه كان عنده دور باش يضمن ولو واحد يعني جانب صغير من الاستقرار بعد اقاله موكوينه. لانه مرحله انتقاليه خاصو يكون شي واحد في الفيستير اللي كيعرفوا لاعبين، ويكون واحد صله وسط ما بين بن هاشم واللاعبين. فكان يوسف الشامي ادى الدور ديالو، نصفطوا عليه القبعه شابوبه وقول لي الى اللقاء، لانه كاين امور ديال انه الطاقم التقني اختيار ديال المدرب كيف باش يتحمل مسؤوليته. ما نبقاوش عافاكم ما نبقاوش نقولوا انه نعظموا الطاقم الاجنبي ونديروا الاسئله للطاقم المغربي. حتى هو الطاقم ديالو ملي جا ماكوينه فيهم 17000 واحد، نقول العدد اللي هو جاو بالشبيكات ديالهم المعين اللي كيديروا بواحد ديال. شوف هذه نقطه مهمه خويا يوسف، لانه شو خصنا نتعلموا من الاخطاء ديالنا. انا واحد من جمهور الوداد، وصراحه ساهمنا في هذا الخطا هذا ديال موكوينه. خدمنا العاطفه، جا مشى للفيراج، فرح معنا، نشط معنا، صافي حنا يعني تبنينا هذا المدرب هذا وطالبنا به الى غير ذلك، وتا هو عاوتاني باع لينا الوهم. فهذا خطا طحنا فيه السنه الماضيه. فالان خصنا نتعلموا من الاخطاء ديالنا، ما نبقاوش يعني نقولوا لا هذا مزيان هذا ما مزيانش، مدرب مزيان الطاقم ما مزيانش، اللاعبين هذا زرق هذا كروسه، هذا كتسمع مجموعه من المصطلحات. فكفانا من هذا الشيء هذا. واليوم عجبوني كنشوف مجموعه الصفحات الوداديه اللي يتكلموا على الصفقات الجديده مثلا. فهناك مجموعه الجماهير كتقول لهم اودي الله يهديكم ما تطبلوا لهذا، ما تقولوا هذا عيان حتى نشوفوا الارضيه الملعب. بالنسبه انت دابا امين فلحدود الساعه انا ما غنقول حتى اسم ما غيكون حتى يسيني حتى يكون مع يتمنى هشام يتمنى رئيس فريق الوداد هذه وحتى الصفحه الرسميه يبينوا لنا يعني لاسينيال باش تكونوا اوفيسيال. انا قلنا قبل، اما عزيز كي لانه قال غيكون اليوم فهادشي خلينا شوف ما غنقولش. هو حضر ولكن باقي ما سناش. صافي بغينا نشوفوا الصوره. مهدي كانت لاست ماتش وداد الزمالك، دابا نيكست ماتش وداد مانشستر سيتي. هذيك كنقول لك لوفيسيال يعني في دابا غندخلوا في جوله انترناسيونال غنلعبوا مع اشبيليا مورا اشبيليا اف سي بورتو. اشبيليا نقدروا نقولوا انها ما مشاركاش في كوب دي مون، ولكن اف سي بورتو مشاركه في كوب دي مون، يعني غندخلوا في جو مسابقه. كيفاش كتشوف عموما هاد الوديات وكيفاش غادي يساعدوا الفريق ديال الوداد؟ فبالنسبه للوديات الدور ديالهم هو او يعني الدور الجوهري ديالهم هو انهم كيجعلوا اللاعبين ديال الفريق كيحتكوا مع فرق من مستوى عالمي. ففريق اشبيليا كما لا يخفى على الجميع فهو فريق عالمي، ولو انه يمر من فترة غير ايجابيه، فتره مرضيه، ولكن كنعرفوا الفرق الكبيره تمرض ولا تموت. فكنظن انها مقابله لكسب الثقه، للاحتكاك مع فريق محترف. الفريق المحترف كيحتم عليك تكون منضبط تكتيكيا، هذه اول حاجه، وعاد تكون عندك الواقعيه في الاداء. يعني اذا جاتك فرصه ولا جوج خصك تسجلها. قناه وداد من غير الجانب البدني اللي خصو يكون حاضر وحاضر بقوه في هذه المقابلات. وكل هذه العوامل الا كانت حاضره فكتاثر ايجابا على الجانب الذهني. باش يعني اللاعب كيلعب في غير البطوله وفي الاخر كيلقى راسو لاعب مع جوفنتوس ولا مع مانشستر سيتي، وحتى العين ما نقصوش من العين لانه فريق قوي جدا، وغادي يزيد يطعم الفريق ديالو بالانتدابات. شفناهم دخلوا للسوق الميركاتو حتى هما بقوه. فكنظن ان المقابلات هذه الاعداديه خصوصا مع فرق دوليه، ف يعني الاهم حاجه فيها هي ان اللاعبين
يعني في النفسيه ديالهم، يحاولوا يفهموا ويحاولوا يوعوا بانهم غيدخلوا المنافسه دوليه ويحتكوا مع فرق من المستوى العالمي. نعم، دائما المقابلات الوديه كيكون عندها طعم خاص. كنعرفوا بانه هي كتكون ماتش كالا، ولكن بالنسبه للوداد هو ماشي ماتش كالا، لانه دائما كنا كنعيطوا يعني كيجيو فرق بحال اولمبيك مارسيل، نقولوا ليون، لعبوا ليون، ليون، بي اس اللي جي، كان يعني بزاف البي اس جي فاش دشن ملعب مراكش. مراكش. ف ان اليوم هدف استعدادي، فتنقول انه اللاعبين خصهم يحتكوا مع ما نقول تكتيك، بزاف الامور اللي هي داخله صحيح نادي. صحيح، خصوصا كنعرف فريق اشبيليه فهو فريق تكتيكي محض، فريق منضبط تكتيكيا. ولو ان نعاود نقولها هو فريق مريض، لان المرض ديالو هو ماشي مرض تكتيكي ولا مرض بدني، فهو مرض من ناحيه ديال القيمه ديال اللاعبين اللي هبطات. فقبل سنوات كنا كنشوف مجموعه اللاعبين بارزين كيلعبوا لهذا الفريق. الفريق مر من ازمه، خصوصا ازمه ماليه اللي جعلت ان المستوى ديال اللاعبين اللي كيلعبوا فيه انها نقصات بزاف. فكنظن بان هذه المقابله مهمه. مقابله ديال بورتو، فبورتو حتى هو لا داعي للتعريب بهذا الفريق. يعني الفرق بينه وبين اشبيليه انهم غادي يشاركوا في كاس العالم. وكنعرفوا ايضا المدرسه البرتغاليه اللي هي مدرسه تكتيكيه محضه. ويعني هذه المقابلات هذو كيكونوا مهمين الفريق بحال فريق الوداد الرياضي، خصوصا انا عاود نقولها باش ذهنيا يفهموا بانهم دخلوا لواحد المرحله كبيره بزاف، مرحله العالميه ومرحله كاس العالم. وغادي نعاود نقول لك اخويا يوسف، الله يجازيكم بخير، لا يجب استصغار فريق العين الاماراتي. نقولها ونعاود نقولها. فاليوم الا كنا كنقولوا بان غيحصل لك الشرف تلعب مع مانشستر سيتي ولا جوفنتوس وكما كانت النتيجه كيبقاو فرق كبيره، ففريق العين ما خصناش ندخلوا باننا رابحينه، بالعكس خصنا نلعبوا معاه الند للند ونتقاتلوا. وحتى الفرق الاخرى لما لا، فمانشستر سيتي فشكون اللي كان كيقول غادي يخسر هذيك النهايه ديال الكاب بهذيك الطريقه مع فريق اللي ما عمره فاز بشي لقب يعني في طيله المشوار الكروي ديالو. فكل حاجه عندها بدايه وخصنا نامنوا بالحظوظ ديالنا. وخير دليل على هذا هو الشيء اللي قام به الفريق الوطني في قطر 22. خص يكون حافز لنا قناة وداد وينرز. لما لا الادوار متقدمه في هذه البطوله، ولو ان الوقت يعني ما كيكفيش لبن هاشم باش يكون فريق ويكون تجانس مع لاعبين اللي غادي يجيو يطعموا الفريق. الوداد الرياضي طاقم، قلتي قبيله انه نقاش من اللاعبين اللي جاور الوداد وفاز معها ب 2017 وكذلك مسابقات اللي البطوله الوطنيه. النقاش زهير، شنو الاضافه اللي غيديروا داخل المجموعه؟ فغنعاود يعني بحال غنكرر نفسي وغنتكلم على الجانب النفسي، خصوصا لاعبين عندهم تجربه، لاعبين فازوا بالالقاب وفازوا بالالقاب مع الوداد وفازوا باغلى الالقاب، فازوا بالبطوله، فازوا بالتشامبيونز ليغ. راه شحال من واحد الا جيتي تشوف فاز بالتشامبيونز ليغ يعدون على رؤوس الاصابع. فكنظن بان الدور ديال ابراهيم النقاش وداك الجرينتا ديال ابراهيم النقاش اللي كان معروف بها مهمه، خصها تحضر. وداك الروح العاليه اللي معروف بها ابراهيم، فكنظن انها غادي تنفع بزاف. لان اللي كان ناقصنا ونقولها بكل صراحه هذا الموسم في مجموعه ديال المقابلات وهي غياب الروح القتاليه. كنا كنلعبوا مجموعه ديال المقابلات مثلا كنسجلوا هدف وفي الاخر كتشوف بان الفريق رجع للور، فريق طفى. شحال من واحد كيقول لك هادشي راجع للجانب البدني، صحيح في مجموعه المقابلات، ولكن ملي كتكون الروح وكتكون داك الجرينتا وكتكون داك العزيمه فكتعطيك واحد الشحنه اضافيه بانك تساير المقابلات. فكنظن ان الدور ديال يعني ابراهيم يعني كيمشي في هذا الاطار هذا. صحيح انه عنده المام تكتيكي، ولكن كاين المدرب الاول عفوا كاين المدرب اللي هو محمد امين بن هاشم، والمساعد الاول اللي غادي يكون الوراد. بالنسبه لزهير العروبي فهو حارس اللي احتك بمجموعه من الفرق الوطنيه، فيعني كما كيقولوا صال وجال،
وعاد يعني المستوى اللي لعب فيه مع فريق الوداد مجموعه ديال المنافسات القاريه والدوليه.